رأيك لو أقولك إن في حرامي بيسرق منك شهر رمضان كل سنة ومن غير ما يحسسك إنه حرامي؟ الحرامي ده مش فلوسك ولا وقت شغلك، ده بيسرق عمرك وتركيزك وحماسك. الحرامي ده اسمه إدمان الدراما الرمضانية. استنى بس قبل ما تقول هو يعني حرام نتفرج، وخليني أفهمك الصورة كاملة. يلا بينا. بص يا سيدي، بعد الفطار بيحصل ايه؟ اكل، راحة، شوية موبايل، وبعدين تقول اشوف حلقة واحدة بس، والحلقة الواحدة بتبقى 2، والاتنين يبقى 4، وفجأة تلقى نفسك الساعة 3 الفجر مستنزف ومش قادر تصلي كويس ولا تصحى مركز. والمشكلة يا جماعة مش في المسلسل نفسه، المشكلة في الإدمان اللي بيحصل من غير ما تاخد بالك، لأن كل حلقة معمولة بطريقة تخليك عايز اللي بعدها، يعني نهاية مفتوحة. والنهاية المفتوحة دي بتوصلك لتوتر ومشاعر عالية، وعقلك يدخل في دوامة الدوبامين، وبتبقى طول اليوم مستني اللحظة دي. والأخطر من كده إنك بتحس إنك مستريح، بس الحقيقة إنك بتهرب. وبتهرب من إيه؟ من مواجهة نفسك وترتيب حياتك والتفكير في أهدافك، أو حتى القعدة الهادية مع روحك. لأن رمضان المفروض يكون شهر صفاء، ولكن الدراما الكتير بتزود الدوشة جوه دماغك، مواقف وصراعات وخيانات وانتقام وتوتر، وتدخل تنام ومخك شغال في مشاهد، وتصحى تاني يوم مشحون. والسرقة هنا بتكون هادية جدا ومش هتحس بيها في يوم، ولكن بعد 30 يوم هتسأل نفسك هو أنا عملت إيه مختلف السنة دي؟ لا قرأت اللي كنت ناوي عليه، ولا بدأت العادة اللي كنت مأجلها، ولا قربت خطوة من هدفك، بس خلصت 20 مسلسل. وخليني أكون واضح معاك، مش بقولك تبطل ترفيه، بس اسأل نفسك هو أنا بختار ولا أنا مدمن ومش واخد بالي؟ في فرق كبير ما بين واحد بيتفرج نص ساعة بوعي وواحد بيسلم يومه كله للشاشة. لأن شهر رمضان موسم قصير جدا، 30 يوم بس، واللي بيتسرق منه ساعة كل يوم بيخسر 30 ساعة. مع ان ال30 ساعة دول تقدر تتعلم مهارة، تحفظ جزء من القرآن، تبني عادة، او حتى تراجع نفسك بهدوء. بس بدل ده اتخدته في حلقات